استمرارا لحلقه الصفقات. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا، جايين نكمل فيها كل الصفقات اللي حصلت في الدوري المصري. في حلقه النهارده بستاذنك من فضلك بعد اذنك تعمل لايك، اشتراك، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حلقه النهارده فيها كل اللي انت بتدور عليه. بص يا سيدي، مبدئيا في النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده صداع كبير قوي 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 بالنسبه للاجانب. ليه؟ لان انت النهارده عندك عروض مقدمه لوسام ابو علي، عندك مشكله رضا سليم، عندك كريستو. الاهلي دلوقتي بيحاول يطلع كل اللعيبه اللي عنده عشان يفضل القايمه للخمس صفقات اللي هم المفروض فوق السن الاجانب. فحلقه النهارده تعال نتكلم فيها عن كل حاجه بتحصل في الميركاتو بالنسبه للاهلي والزمالك. بالنسبه للاهلي، الاهلي ده اكتر فريق تحب تتعامل معاه بجد. انا زملكاوي اقول ايه؟ اللاعب بس اللي اسمه 30 مليون لك خد 50 مليون وخد لاعبين كمان هديه. والله تخيل في مصادر النهارده بتقول لك ان في صفقه انتقال مصطفى العش اللي الاهلي فعل انتقاله، الاهلي هيودي لاعبين لزيد اللي هم مين؟ احمد رضا وخالد عبد الفتاح. طب خالد عبد الفتاح نقوله ماشي، راجل ما بيديش مستويات مع الاهلي، راجل ما بيلعبش، راجل مش عارف ايه، مع انه كان جاي من سموحه ب 10 مليون جنيه. في حق الصفقه الاهلي دافع 50 مليون توتو في انتقال مصطفى العش الاهلي، بالاضافه خد معاهم مين؟ خالد عبد الفتاح. ماشي معاك. طب تعال نكمل بقى. بص يا سيدي، تخيل الاهلي في مصادر الموثوقه بتقول لك ان من دخول صفقه العيش احمد رضا، حتى مش احمد رضا، ده احمد رضا اللي احنا قلنا زمان ان الاهلي مش محتاجه. فالاهلي النهارده بيكرر نفس حوار ان انت تجيب لعيب انت مش محتاجه عشان خاطر الفريق المنافس اللي هو الزمالك ما استفادش منه، وفي الاخر بعد 6 شهور يلا مع السلامه روح. ليه؟ هي دي الدنيا. هو عايز يفهمك زي ما قال احمد عفيفي ان في منافسه، لكن انت بتحاربني من كل الاتجاهات. انا عاوز فلان، لا انا هاخده عشان ما يروحش يلعب عندي. احمد رضا لعب 11 ماتش جاب جولين، عمل ايه للاهلي؟ ولا لعب ولا ادى ولا حتى كان يحصل من فتره التقييم عشان تقول ده يستحق البقاء او راعي. لكن النهارده مع السلامه هو وخالد عبد الفتاح في صفقه انتقال مصطفى العيش. فانا قلت لك الاهلي ده من اهم الانديه اللي تحب تتعامل معاها. انت عندك لعيب يساوي 30 40 مليون بيبيعوا له ب 50 مليون وتاخد لاعبين هديه كمان، يلا مع السلامه. يا لهوي. فتيجي لك اصلهم نفسك مش فين يا عم الحاج، حرام عليك. طب في مين تاني؟ ماشي. بص يا سيدي، تاني صفقه هتكلم عليها برضه، صفقه يعني عليها شبهه. ليه؟ زي ما قلت لك احمد رضا انت ما استفدتش منه في النهارده بتبيعه. طب ما قلت تسيبه لاي فريق، سيبه يكمل في فريقه. لا هناخدوه برضه عشان ما يبقاش الزمالك، لان الزمالك حطوا عليه. مين لاعب تاني الزمالك كان مخلص معاه ومضيه؟ وهو عمر الساعي لاعب نادي الاسماعيلي اللي الزمالك كان قريب منه، لكن الاهلي ب 50 مليون جنيه خلص مع نادي الاسماعيلي وحصل على توقيع اللاعب. النهارده من مصادر موثوقه بتاكد ان عمر الساعي هينتقل في صفقه للنادي المصري. الكلام اللي داير دلوقتي بيقول لك لا ده صفقه ما بين الاهلي والمصري في انتقال احمد عيد للاهلي وانتقال عمر الساعي، لكن في بعض المصادر برضه بتاكد ان احمد عيد هيروح مباشره والاهلي هيفسخ عقده مع عمر الساعي تسهيلا لانتقاله للنادي المصري البورسعيدي. يا حلاوه. لعيب كان بيعد من اهم المواهب في مصر وفي الاسماعيلي، لعيب كان باين وظاهر زي المنجايه الحلوه في القفص كده، خطفها الاهلي وقطفها ولعب معاهم ايه 3 4 ماتشات بكتير وقعد على الدكه برضه عشان خاطر الزمالك ما يروحش عليه. وعشان تعرف احنا ناس بنراهن، يعني المسؤولين بيراهنوا علينا في النسيان، يطلع لاعب مثلا يقول لك انا زملكاوي والصبح انه في الاهلي كان اهلاوي. بقول لك كده ليه؟ لان الزمالك كان في مفاوضات قويه مع احمد القندوسي قبل ما ينتقل للنادي الاهلي. الاهلي دخل خد الصفقه في ثانيه، عمل ايه القندوسي؟ قال لي ضاف له ايه؟ ما حصلش اي حاجه. فانت النهارده زي ما قلت لك، انت النهارده بتخلص كل الانديه من اللعيبه بتاعتها. خلصت على الاسماعيلي، دخلت على الزمالك شطبت امه، بتخلص على الصفقات اللي باينه في الدوري المصري عشان يبقى لك بقى الصفقات الكويسه انديتها ماسكه فيها. فانت كزمالك تعرف تخلص صفقه بالضليل. تمام. فربك بيقطع من هنا وبيوصل من هنا. ليه؟ لان وسام ابو علي جاي له عروض احتراف كتير، راجل بصراحه مهاجم هداف سفاح، اثبت نفسه في الدوري المصري مهاجم لا غبار عليه بامانه. من واحد زملكاوي بقول الحقيقه ما بحبش اطبل ولا اتكلم عكس اللي جوايا، فالكلام ده ممكن يزعل الزملكاوي بس بقول الحقيقه وسام ابو علي مهاجم لا غبار عليه. فوسام ابو علي جاي له اكتر من عروض بديل وسام ابو علي في الاهلي. مين؟ بص يا سيدي، في مصادر بتاكد ان الزمالك، تقول لي انت بتتكلم عن وسام ابو علي، بقول لك اهو في مصادر بتاكد ان الزمالك في مفاوضات قويه مع 3 لاعبين فلسطينيين، منهم لاعب صفحات السوشيال ميديا الاهلاويه بتاكد انتقاله للاهلي وهو اسد الحملاوي اللاعب الفلسطيني. في مصادر بتاكد انتقاله للنادي الاهلي وفي مصادر بتاكد انتقاله وقربه لنادي الزمالك. لحد اللحظه دي لسه مفيش. انا قلتها لك قبل كده ان الاهلي بيضغط على مسؤولي البنك الاهلي للتعاقد مع عصام فيصل. بالمناسبه كوره بلس قالت لك ان النادي البنك الاهلي طلب من النادي الاهلي قيمه الصفقه 80 مليون جنيه والاهلي عرضه 30. انا بقول لك مفيش 30 دي.
ليه؟ اصل بالعقل وبما يرضي الله، يعني كده بما يرضي الله. الاهلي واعلن كده انه خلص صفقه المدافع مصطفى العش بقيمه 50 مليون جنيه، وانا بقول لك احمد رضا وخالد عبد الفتاح في الصفقه قدرهم مش في الصفقه، فهتدفع في مهاجم زي مدافع اقل مدافع بالعقل يعني. زي ما طلع كلام بيقول لك ان زيزو عقده في اتحاد الكوره 5 مليون، هجص هتلاقي الاهلي مثلا حاطه 20 30 مليون، لكن ده فوق ما حدش يصدقه يعني. فبالطبيعي انت تدفع في مصطفى العيش 50 مليون، هتدفع في مصطفى فيصل كام؟ 30 مليون يا عم فكك. الاهلي عارض 50 مليون جنيه للتعاقد مع اسامه فيصل، لكن لسه انا قلت لك قبل كده ان اسامه فيصل مضى في الاهلي، فاضل اتمام التعاقد مع مسؤولي البنك الاهلي. تمام. فاتمنى ان الزمالك يحاول ينجز، لان الاهلي داخل ومتوحش في السوق المحلي. فوسام ابو علي راحل لا محاله العروض بتتنهال عليهم لبيع اللاعب. فاسد الحملاوي قريب من الانتقال لمين الله اعلم، لكن في مصادر بتقول لك الاهلي ومصادر بتقول الزمالك. انا عودتك من قال لا اعلم فقد افتى، ما عنديش المعلومه، لكن المعلومه المؤكده بالنسبه لي في سكه اللعيبه الفلسطينيين الزمالك قريب، وانا قلتها لك قبل كده الزمالك تفاوض وخلص مع ادم الكايد، فاضل اتمام التعاقد بالنسبه لنادي الزمالك. الزمالك برضه حاطط حامد حمدان لعيب اللي بيلعب في بروجيت مركز 6 ومركز 8 وبيجي لاعب في الدفاع، هفضل اغنيها لك، هو اولويات داخل نادي الزمالك. فالزمالك في مفاضله حاليا ما بين ادم الكايد وحامد حمدان، ده المعلومات الشخصيه. ممكن يكون زي غير الوجهه ودخل في اسد الحملاوي المهاجم الفلسطيني، الله اعلم، دي ما عنديش معلومه بيها. لكن بالنسبه للعيبه الفلسطينيين انا قلت لك اهي حامد حمدان وادم الكايد هم لاعبين قريبين من نادي الزمالك. تعال بقى اكلمك في حته مهمه بخصوص صفقات البنك الاهلي مع الانديه كلها. الزمالك تمام عاوز يخلص احمد ربيع اللاعب الديفندر او اللاعب اللي في نص الملعب بتاع البنك الاهلي، لعيب كويس، لعيب بان وشكله كويس في الدوري المصري. ففي المقابل بنك الاهلي عاوز 3 لعيبه من نادي الزمالك. مين؟ سيد نيمار وكمان لعيب ومصطفى شلبي. فعلا في عروض مقدمه من نادي البنك الاهلي للتعاقد مع مصطفى شلبي، وهقول لك رايي بصراحه ومش هخاف من كده. مصطفى شلبي لما يروح البنك الاهلي لو ربنا اراد له والنصيب حصل وانتقل الى البنك الاهلي، هيوجه انظار الناس ليه تاني، راجل هيلعب ويقدم مستوى، ده توقعي الشخصي، لان اللاعب ده اللي انا لاحظته ما بيعرفش يلعب تحت ضغط. راجل بامان، عشان في لعيبه تنفع، انت مثلا في لعيب باين في الدوري المصري تيجي تجيبه عندك ما يعملش اي حاجه، هو لاعب يعني مستواه بالنسبه قليل لمستويات الدوري المصري. فلكن اللاعب ده لما بينتقل لانديه القمه مستواه ممكن يكون يعني انتقاله حلوه، مستواه قليل وما يقدمش او اعتماده زي مصطفى شلبي اللي كان مكسر الدنيا في انبي، النهارده مستوى الزنك لا يعني مش عايز ما يجيش مستوى 2 3% اللي كان بيلعبوا في البنك الاهلي في بيلعب فين او في انبي. تمام. فمصطفى شلبي انا مع الموافقه على رحيله بسبب ان اللاعب برضه ما يقدمش او واقع اعتماده ب 3 جنيه داخل جدران نادي الزمالك. فزي ما قلت لك البنك الاهلي عاوز 3 لعيبه من ضمنهم مصطفى شلبي وسيد نيمار ولاعيب تاني، فالزمالك اعتقد هيستغل ده ويطلب احمد ربيع، والزمالك فعلا في مفاوضات مع احمد ربيع. بص بقى يا سيدي، البنك الاهلي بامان ماشي على خطى كويسه جدا، بدا يجيب صفقات كويسه جدا وداخل في صفقات محترمه، لانه النهارده خلص من رئيس نادي صعب في مصر وهو ايمن الشريعي رئيس نادي انبي صفقتين مهمين جدا، وهو احمد امين اوفا ومصطفى ديودار لعيبه نادي انبي. فانا قلتها لك قبل كده ان ارجع بس لكلامي وتعالى كلمني، قلت لك ان في انديه هتبدا الميزانيه بتاعتها تزيد زي البنك الاهلي، زي فاركو، زي مودرن، زي سبورت، وزي بيراميدز. قلت لك الانديه ديت هتبقى انديه داخله السوق بتوحش وبتبدا تخلص ميركاتو من بدري. فاتمنى على السريه الكبيره اللي عاملها جون ادوارد تكون الصفقات على حق، يعني على مقدار نادي الزمالك، لان انت دلوقتي يعني مش عايز اقول لك انا خايف، والله خايف وقلقان جدا، لان انا مش عارف والله العظيم ما عارف هل الصفقات في الاخر هترضينا كزملكاويه ولا لا. لكن في النهايه انا فرحان حتى لو الميركاتو ما طلعش دون المستوى ان يبقى في حد مسؤول عن الناس دي. ليه؟ لان انت عندك عمرك شفت زمالك بتاع اهلي، اسماعيلي، انبي، فيوتشر، بيراميدز، عضو مجلس اداره نايم في ام بي سي مصر؟ مفيش الا الزمالك، احمد سيمان عضو مجلس اداره نايم. يا راجل ده انا سقف له، مع انه والله ما بحبش اسلوبه، ما بحبش طريقته، هو سيد حافظ. لما راجل جاله الاهلي قال لك والله انا عندي شرط في جزائي في ام بي سي مصر وممكن الاهلي يدفعوا له، لكن راجل اهتم بحتته، مثلا دخل في الاعلان، لما يرجع قادر يلعب على الاعلان، حتى وهو
حتى وهو كمان في الاهلي ما كانش بيطلع في الاعلام ويقعد في برامج 24 ساعه زي عضو مجلس اداره قاعد عندك 24 ساعه على ام بي سي مصر مع مهيب ما هوش عارف اي حاجه وعمال يهجس وخلاص، اللي هو الجنرال الصفقات البايظه احمد سليمان. في النهايه لو حصل جديد هتلاقيني بكلمك هنا، وكل يوم ان شاء الله فيديو جديد. في حلقه النهارده انا بترخم عليك معلش، بس اذنك لو وصلت معايا لحد النقطه دي فانا بحبك في الله اقسم بالله، تعمل لايك واشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام.